السلام عليكم. ميمي شكيب أو أمينة مصطفى شكيب بنت ذوات مقصلة توفت سنة 83 بعد ما وقعت من الشباك. اتقال وقتها إنها انتحرت، لكن المقربين كانوا متأكدين إنها جريمة قتل مع سبق الإصرار. يلا نبتدي الحكاية وصلى على النبي، كل من ليه نبي يصلي عليه. أمينة اتولدت سنة 1913 وكانت عايشة حياة مرفهة جدا، لأن باباها كان مأمور اسم حلوان، جدها كان ضابط كبير في الجيش المصري، أما أمها بقى فهي ست أرستقراطية بتتكلم عدة لغات. أمينة أو ميمي هي صغيرة، كان ليها أخت أكبر منها وهي زينب اللي بعد كده بقت زوزو شكيب. والدهم كان شديد قوي في تربيتهم، كان مانع خروجهم خالص إلا للمدرسة. كانوا البنتين بيتمتعوا بجمال وحلاوة. ميمي كانت شقية ودلوعة، كانت بتتكلم فرنساوي بطلاقة. فضلوا البنات عايشين في العز ده لغاية ما الوالد اتوفى. كانت أمينة لسه عندها بس 12 سنة، وطبعا عشان كان ليها أخت بنت وهي زينب وما كانش ليها أخوات ولاد، فالأم دخلت في منازعات على الميراث مع أهل الزوج اللي كانوا متعسفين جدا، وعشان كده اضطرت الست الهنومة دي إنها تنزل تشتغل عشان تصرف على البنات. اتقدم لميمي بعدها بفترة عريس غني قوي وكمان أكبر منها ب20 سنة. وافقت عليه أمينة وقالت حلو، وكمان كانت مبسوطة عشان ترجع تعيش حياة العز من تاني. لكن كانت جوازة سودة، حرامها تخرج أو حتى تشوف الشارع. مش كده وبس، ده كمان اتجوز عليها وهي لسه حامل. ميمي اتصدمت، جالها حالة نفسية، طلبت الطلاق وأصرت عليه. وبعدين قالت خلاص كفاية كده، أنا همثل وعيش حياتي. خدت أختها في إيديها زوزو وراحت تقابل نجيب الريحاني اللي دخلهم الفرقة بتاعته، وبقت ميمي نجمة من نجمات فرقة الريحاني. دخلت ميمي بعد كده في علاقات كتير مع ناس مهمين، وتعرفت على العبود باشا اللي كان بيهديها بما لذ وطاب، لكن ريحتها فاحت ووصلت للعيلة اللي قرروا يجوزوها من تاني. جوزوها من جمال عزت اللي كان برضو راجل غني قوي. الظاهر اهم حاجة عندهم انه كان يبقى راجل غني قوي، لكن برضو الجوازة باظت. ليه؟ لانه كان بيغير عليها غيرة فظيعة. اصل بصراحة الست كانت قشطة ودلوعة ولازم طبعا يتغار عليها. وبعدين قابلت حبيب القلب سراج منير سنة 34 اللي حبها وحبته من أول نظرة، وقرروا يتجوزوا، لكن الأهل من الطرفين اعترضوا. لكن نجيب الريحاني اتدخل وأقنعهم، وتمت الجوازة على خير، وعاشوا مع بعض مبسوطين 15 سنة. لكن فجأة ومن غير مقدمات مات سراج منير بأزمة قلبية سنة 57. حزنت ميمي حزن غير طبيعي، وعشان تنسى قعدت تهبل وعملت حاجات غريبة قوي، وفتحت بيتها للسهرات والحفلات. في نفس التوقيت ده وبعد حرب أكتوبر ليبيا عملت هيئة في مصر عشان تنسق بين البلدين، وكان في رائد اسمه عبد السلام جلود، كان ايد القذافي اليمين، وكان رايح جاي على مصر بشكل ملحوظ. فالمخابرات لاحظت كده فراقبوه وسمعوا بلاوي بينه وبين القذافي. كان القذافي بيشتم السادات وبناته، فطبعا اتغاظ السادات وأمر بمراقبة عبد السلام، اللي عرفوا إنه ضيف دائم عند ميمي شكيب وإن هي بتظبط له مواعيد غرامية. وعرفوا كمان إن زوار بيت ميمي شكيب كله من علية القوم ومن كل شكل ولون يا بطسطة. ولما بوليس الآداب اقتحم المكان لقوا بنات وستات وفنانين أشكال ألوان، اتقبض عليهم كلهم، والصحافة كانت واخدة أوامر وهتك يا تقطيع عشان يربوا القذافي ورجالته. بس ميمي للأسف راحت في الرجلين. وطبعا صفوة الشريف كان موجود كالعادة لأنه حاشر نفسه زي البقدونس في كل حاجة. بس ميمي خرجت بحالة نفسية زي الزفت، وقعدت تدور على شغل، لكن المنتجين كان عندهم أوامر إن هما ما يشغلوهاش. وبعدين الدنيا زنات قوي على ميمي، فراحت رايحة مهدداهم، قالت لهم لو ما شغلتونيش هفضحكم وهقول كل اللي عندي واللي كنت مخبياه. وطبعا نفس الطريقة اللي عملوها مع سعاد حسني، رموها من الشباك، واتقفلت حكاية ميمي على كده. وللأسف خلصت حكاية ميمي شكيب دلوعة السينما المصرية
ونهاية مأساوية زي نهاية سعاد حسني. كانت معاكم أختكم همسة. لايك وسبسكرايب من فضلكم عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.